أيها الأكارم، سأل سيدنا عمر رضي الله عنه عن رجل شهد عنده، قال: هل يعرفه منكم أحد؟ هل يعرف هذا الرجل؟ هذا ما أخرجه الإمام البيهقي. فقام رجل وقال له: نعم يا أمير المؤمنين، أنا أعرفه بالعدل والإنصاف. فقال له سيدنا عمر: لعله جارك الأدنى، تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: لعلك سافرت معه وعرفت ورعه؟ قال: لا. قال: لعلك عاملته بالدينار والدرهم لتعرف أخلاقه؟ قال: لا. قال: اجلس فإنك لا تعرفه. طبعا أيها الأحبة، أنا افتتحت هذه القصة من أجل أن أضع عنوانا لخطبتي، ألا وهو التدين المغشوش. فكثير منا يظن أنه متدين أو يوهم الناس أنه متدين وهو بعيد عن ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. قال بعض المفسرين، قالوا في السلم يعني في الإسلام، يعني ادخلوا في كل نواحي الإسلام وطبقوها تطبيقا فكرا وعقيدة وحالا وسلوكا. فالمسلم هو الذي ينقاد لشرع الله سبحانه وتعالى، والتدين هو الالتزام بأوامر الله تعالى والبعد عن نواهيه. فإذا ما التزمت بما أمر الله سبحانه وتعالى من أوامر وانتهيت عما نهى عنه من نواه فأنت متدين، وهذا مطلوب منا كلنا أن نكون متدينين. لكن في عندنا إشكالات كبيرة يقع فيه بعض الناس في مجتمعنا، فتجد أنه يفصل بين عبادته وبين حياته الواقعية، وكأنه عندما يدخل إلى المسجد يدخل يصلي ثم يخرج إنسانا آخر. شيء عجيب، ولا علاقة له ببيت الله ولا بتعاليم الإسلام، وكأنه إنسان آخر ويظن أنه على حق. لذلك يا أيها الأحبة، نقول نريد التدين الحق الذي نزل به القرآن وتحدث عنه نبينا العدنان عليه الصلاة والسلام. لذلك سأعرض عليكم بعض النماذج من التدين المغشوش الذي لا يرضي الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. المظهر الأول هو التدين الفكري المغشوش. بعض الناس عندهم معلومات دينية ويقرأ ويحضر المحاضرات، لكنه لا يطبق منها شيئا، فتجد أنه عندما يجلس في بعض المجالس يقرر ويتحدث وكأنه عالم من العلماء، ويناقش ويحلل ويركب ويضع حلولا للمشكلات. لكن إذا ما نظرت إلى جانبه العملي تجد أنه لا يطبق من ذلك شيء. ونقول له أن هذا العلم أيها الرجل الذي تعلمت، نقول أن هذا العلم الذي تعلمته هو حجة عليك يوم القيامة. كل كلمة، كل حكم علمته وتحدثت فيه ثم فعلت غيره ستحاسب عليه عند الله سبحانه وتعالى. لذلك جاء في الحديث الصحيح أن أهل النار ينظرون إلى رجل من أهل النار وقد اندلقت أقتابه،
يعني أمعاءه طلعت لبرا ماسكها بإيده، يدور في أهل النار كما يدور الحمار على الرحى، فينظر إليه أهل النار يعرفونه، يقولون له: يا فلان، ألست أنت الذي كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فهذا العلم أيها الأحبة وهذا الفكر إذا امتلكه الإنسان كان حجة عليه أمام الله سبحانه وتعالى. لذلك انتبه أيها المسلم، وكن حريصا أن تطبق كل حكم علمته بدرس أو خطبة أو غير ذلك، عليك أن تطبق هذه الأحكام. إذن هذا تدين فكري مغشوش. المظهر الثاني التدين القلبي المغشوش. تدين قلبي، تروح لعند واحد تقول له: أنت ليش ما عم تصلي مثلا؟ بيقول لك: الدين بالقلب يا أخي، هذول اللي بيصلوا كلياتهم كذابين. التدين بالقلب، والله ينظر إلى قلوبنا. فهذا تدين مغشوش، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الدين فيه من التكاليف القولية والاعتقادية. نعم، القلب محله الاعتقاد ومحله الإيمان بالله سبحانه وتعالى، أركان الإيمان الستة محلها القلب. لكن أين أركان الإسلام؟ لا يطبقها. إذن هذا تدينه مغشوش ولا يرجى منه خير، لأنه يتبع هواه ويفعل الأفاعيل ويرتكب المعاصي والشهوات بحجة أن الإيمان والتدين إنما هو في القلب، وهذه حجة واهية لا تخفى على أحد منكم. إذن هذا مظهر آخر. المظهر الثالث من التدين المغشوش هو تدين المصلحة. في إشكال بينه وبين أحد الناس، إشكال مالي، ينظر ماذا يقول الدين. إذا كان الدين يحكم في صالحه يقول له: نريد أن نذهب إلى العلماء ونريد الفتوى منهم. يذهب إلى العالم ويأخذ الفتوى طالما أن الدين يحكم له لا عليه. لكن إذا علم أن الدين يحكم عليه نقول له: تعال نذهب إلى العلماء، إلى المحكمين. يقول: لا، أنا بالقانون، بدي القانون. فيترك حكم الله سبحانه وتعالى من أجل هواه ومن أجل مصلحته، وهذا أمر واقع بشكل كبير للأسف. كل ما جاءنا بعض الناس مختلفين متدابرين على حق من الحقوق، يدخلون أحد الدعاة أو العلماء أو المشايخ من أجل التحكيم بينهم، فيجتهد هذا الرجل بما أعطاه الله من العلم بعد أن يسمع من الطرفين. أقول من الطرفين، فلا يجوز الحكم عندما يسمع الإنسان من طرف واحد، يسمع من الطرفين ويأخذ للقضية أبعادها بشكل صحيح ثم يحكم بعد ذلك. ما الذي يحصل؟ يكون الحق في جانب أحد الفريقين. ما هي النتيجة؟ نقول: لك الحق يا فلان. فيهب الفريق الثاني ويقول: أنا لا أقبل بهذا الحكم، ويتهم الشيخ بأنه أخذ الرشوة أو أنه تعامل وتعاطف مع الطرف الثاني وأنه لا يملك العلم الكافي. إذن يأتي شيطانه يعني يؤلف تهمة على هذا الداعية وعلى هذا الشيخ لأنه لم يحكم له. وهذا حصل معي ومع إخواني الدعاة، وأكثر من مرة حصل هذا الأمر للأسف. فهذا أمر يدعو للحزن يا أيها الأحبة. لماذا عندما تدعون ليحكم بينكم بكتاب الله تعالى لا ترضون؟ وكل واحد منكم جاي على الجامع بيقول: أنا مسلم ومستسلم لأمر الله تعالى، فإذا ما جاء الحكم
رفضه. ليه؟ آخر مرة من حوالي شهرين جلست 3 ساعات مع 10 من عائلة واحدة، الذكور والإناث، جلست معهم والله لا أعرف أحدا منهم. تعرفت عليهم وأخذوا موعد وقال في مشكلة كبيرة صار 30 سنة. طيب، أعطيتهم الوقت وتكلموا وتحدث الفريقان، وكل واحد أعطى أدلته وما له وما عليه، والقصة شائكة. لما خرجنا طبعا حطينا حل وخرجوا من عندي مباشرة من على باب المسجد. يقول الفريق المحكوم عليه: شو دافعي له للشيخ؟ هكذا واحد منهم اجى قال لي، قال أنا دافع لك مصاري. ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب يا أخواننا، أنت ما عندك ثقة بالمشايخ، ليش تجي لعنا؟ ليه أصلا لتجي؟ روح على المحاكم، ما أنت صار لك 30 سنة بالمحاكم. عيب، هذا عيب، بل هذا قدح بدين الله تعالى. أنا ليس لي مصلحة مع أحد حتى أميل إلى طرف، وإذا ملت فأين الله؟ أين الله؟ تحكموننا ثم تتهموننا، هذا ليس بغريب. رجل على زمن النبي عليه الصلاة والسلام عندما قسم غنائم حنين قال له: هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. هكذا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء المنافقون كان هو رأس الخوارج فيما بعد. هؤلاء موجودون في كل زمان وفي كل مكان، لا يقبلون حكم الله ولا يقبلون حكم القضاة، يتبعون أهواءهم ومصالحهم. فهذا نسميه المتدين الغشاش، لأن تدينه مغشوش ليس حقيقي، يتبع مصلحته. وين مصلحته بروح مع الشرع، بنروح مع الشرع، مع القانون بنروح مع القانون، مع إبليس بنروح مع إبليس. وبتجي بتلاقيه بيصلي بالجامع ومن أحلى ما يكون. هذا تدين؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عندنا التدين المعكوس. التدين المعكوس، فيفهم الأحكام بشكل خاطئ. هذا من التدين المغشوش، أنه بيفهم الأحكام بشكل خاطئ، يتابع على الفيسبوك، يتابع قناة مشبوهة. هذا الرجل يتبع الكلمات هنا وهناك، لم يتربى على شيخ ولم يتعلم عند عالم ولا يعرف أصول الدين، ثم بعد ذلك يتحدث في القضايا الكبرى، بل ينقض العلماء. يقول العالم الفلاني ما بيفهم وهذا فاسق، والآخر كذا. من أنت؟ من أنت حتى تحكم على العلماء، حتى تحكم عليهم؟ من أنت؟ أخذت من هنا وهناك، وعلمك قد جمعته من فتات الموائد، ثم بعد ذلك تدعي العلم والمعرفة وتحكم على الجبال الراسيات. من أنت؟ هذا تدين مغشوش لا نريده أيها الأحبة. من مظاهر التدين المغشوش أن نفصل بين العبادات والمعاملات. هذا تدين مغشوش. تدين العبادات فتجد أحدهم يصلي، بل يحافظ على صلوات الجماعة والفجر مع الجماعة، ويصوم رمضان ويخرج الزكاة وكل شيء، لكن في عنده انفصال تام بين عبادته ومعاملته. يخرج من المسجد فنراه إنسان آخر، غشاش، كذاب، مغتاب، آكل للحقوق، ظالم،
مرتشي. هذا مسلم يا أيها الأحبة، وهذا المظهر كثير جدا للأسف. طبعا في عندنا أناس ملتزمون، أناس يخافون الله، وهم نماذج مشرقة يرضاها الله سبحانه وتعالى، لكن هناك نماذج للأسف تحتاج إلى إصلاح. قيل لي أن أحدهم يوبخ أمه، وفي بعض الأحيان إذا عصب وغضب يضرب أمه، ويأتي إلى المسجد ويصلي، وأهلين أبو فلان وكلهم بيحيوه بأجمل التحيات، يضرب أمه، بسبها، بيقول لها ما عجبك انقلعي من أجل زوجته. هذا عم بحكي لكم ليس من الخيال وإنما من الواقع، قصص وصلتني بالأسماء، لكن لا نتحدث نحن بالخصوصية وإنما بالعموم. ماذا نتحدث؟ عن رجل يضرب زوجته صباح مساء ويهينها، مكسرة تكسير بدون سبب، يعني أسباب تافهة. عملت ذنب يستحق كلمة واحدة إنه أنت مخطئة، هذا الأمر ما لازم يصير. يضربها بالطالع، مكسرها، محطمة، حطوني واسطة لرجعها. هو نظرت للأمر لا ترجع، هذه لا ترجعوها، هذا مو بني آدم، هذا وحش، وحش في صورة إنسان، بيصلي وبيركع. هي المظاهر اللي عايشينها نحن. ليه الانفصام يا أخواننا؟ ليش هيك أخلاقنا سيئة في بيوتنا؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. ليش المظهر هذا؟ بيعتدي على زوجته بالسباب والشتائم، واحد آخر صبح ومساء أبوك وأمك وأختك وأهلك، وما بدي إياكي وبدي طلقك صباح مساء. ليه؟ إذا كنت من هذا النوع فأنت سيء الخلق، وأنت متدين تدينا مغشوشا غير صحيح. المسلم صاحب أخلاق، إذا أحب زوجته أكرمها، وإذا كرهها لم يظلمها. ما هذه المظاهر؟ والله عندي عشرات الرسائل على الواتس وعلى غيرها من وسائل التواصل، زوجي عم يضربني، زوجي عم يهينني من غير سبب. صحيح أن القرآن ذكر واهجروهن في المضاجع واضربوهن، قال ابن عباس أن يضربها بالسواك. النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنب الوجه ولا تقبح. أما ما نفعله اليوم شيء عجيب، شيء عجيب غريب، قصص يمدى لها الجبين. من مظاهر التدين المغشوشة يا أيها الأحبة أخلاقنا بالشارع، بالسيارات، وقت الاحتفالات لما صارت شفنا الأخلاق السيئة، صاروا يتقاتلوا العالم مع بعض بالسيارات، ينزلوا يتباكسوا، طحش عليه وطحش على هذا. ليه يا أخواننا؟ أخلاقك لما تكون ماشي أنت بالشارع، سواء كنت ماشيا ولا راكب بسكليتة ولا ميتور ولا سيارة، بدها تظهر أخلاقك. سباب وشتائم وكل واحد بده الطريق له ولا يصبر على الآخرين. وين أخلاقك؟ وين دينك؟ والله بالجامع هون هلأ احتفال ما في دين، في بذاءة باللسان، في تعدي بالأبدان. ليه؟ وين الدين يا أخواننا؟ هل هو الدين فقط مقتصر على المساجد؟ جايين نسجل عند ربنا أنه والله يا رب نحن صلينا لك. ما هكذا الدين. الدين وحده متكاملة. أينما حللت وأينما كنت عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى. أحد السائقين عندي بالمدرسة ذهب إلى الكازية، تعدى عليه رجل آخر يريد أن يأخذ دوره وكذا، تلاسنا وتضاربا، ثم جاء وكلمني بالقصة. قلت له الحق عليك. قال هو الذي بدأ وهو الذي فعل.
قلت له: أنت سائق في مدرسة شرعية، إذا كان هو من السوقة أننزل إلى مستواهم؟ ليش ما ورجيته أخلاق المسلم؟ ليش ما علمته الأدب من خلال أدبك، من خلال تهذيبك، من خلال كلامك الحسن؟ نحن دعاة ولسنا قضاة. بده يبين هذا الشيء من خلال سلوكك العملي. قال الحق عليه 100%. قلت له: لكن ردة الفعل كانت خاطئة. لماذا لم تفعل كما قال الشافعي: يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما أو حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. أنت أخلاقك يا مسلم بدها تظهر لما تغضب. كيف أخلاقك؟ شو بيطلع من تمك؟ إذا بيطلع من تمك الكلام الجميل النفيس فأنت في خير. أما إذا كان عم يطلع شيء آخر فهي صفات المنافقين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا خاصم فجر تحدث، وربما شتم الذات الإلهية وسب، ما خلى أحد إلا ما شتمه وسبه. هل هذا مؤمن؟ لك هل هذا مسلم يا جماعة؟ ليه نحن هيك؟ ليش لما نغضب كأنه الإسلام عباءة نخلعها ومنصير إنسان آخر؟ ليه؟ أين دينك؟ أين إسلامك؟ أين أخلاقك؟ خلعت، ما في. فهذا أيها الأحبة تدين مغشوش لا يرضي الله ولا يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأختم الخطبة بحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين. يقول عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس منا من لا درهم ولا دينار له، هذا هو المفلس. فصحح لهم النبي عليه الصلاة والسلام المفهوم. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة وعنده جبال من حسنات. لاحظوا الصورة، قضية العبادات موجودة عنده، جبال من حسنات، معناتها اجى على الجامع وسمع الخطبة وراح على الدرس وحضر صلوات الجماعة ولكنه ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذت من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. كل الخلق له الحقوق معه، من غيبة ومن نميمة ومن أكل الحقوق ومن الظلم، كل هذا كل واحد بياخذ حقه. ولما ما بيضل حسنات عنده لسه في حساب، بياخذوا من سيئاته. صاحب الحق يؤخذ من سيئاته وتوضع على الظالم ثم يطرح في النار والعياذ بالله. إذن يا أيها الأحبة، نحتاج إلى مسلم فكرا وسلوكا وعقيدة يكون منارة وشعلة بين الناس يهتدي بها كل الذين يرغبون أن يصلوا إلى رضوان الله تعالى. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الأتقياء وأن يجعلنا من عباده الصالحين الصادقين، إنه جواد كريم. أقول هذا القول وأستغفر الله.